الطبق ده كفيل ان هو يفتح نفسك على اي اكلة ممكن تعملها، سواء بقى رز وبطاطس، بسلة، سبانخ، فاصوليا، لوبيا، اي نوع اكل ممكن تعمله. وممكن كمان ان انتي تعمليه جنب اكل حرشة، يعني بتنجان مقلي، بطاطس بقى محمرة، حتة جبنة، فلافل، طعمية، فول، كل اللي نفسك فيه ممكن تعملي. شايفة بقى بسم الله ما شاء الله، لون وطعم وحلاوة، واسرع مخلل تكليف 5 ايام، تحفة جدا. مبدئيا معاكم بوحة من مطبخ وصفات بوحة. بسم الله ما شاء الله، يشرح القلب ويفتح النفس. اولا نسمي ونصلي على الرسول، وعلى وصفتنا ندخل ونقول. انا معايا هنا كيلو الا ربع من الليمون، جبته ب6 جنيه، مش غالي خالص، سعر الكيلو 8 جنيه. بعد كده اخدته وغسلته كويس جدا عشان لو عليه اي شوائب ولا حاجة، وبدأت ان انا احط عليه مية زي كده، واخده بقى على سطح البوتاجاز. خلاص بحطه على النار لحد لما بيبدأ لونه يتغير زي ما انت شايفة كده، ويدخل في عملية الغليان. اول ما المية تغلي معاكي بتحسبي لها من 3 4 دقايق، وبعد كده بتقفلي عليها النار، لان هو بصراحة ما بيستحملش سوا. الليمونتين الكبار دول كانوا عندي قبل كده، وبصراحة برضو قلت اجربهم، تحفة جدا. هنا بقى بعد ما غلي معايا 3 4 دقايق، بعد الغليان ببدأ ان انا اخده وبنزله في مية باردة. ممكن تضيفي لها شوية تلج عادي، بس انا بصراحة عاملاها مية من الحنفية. خلاص، انا عملته مثلا النهارده، تاني يوم بدأت ان انا اغسله كويس، ومن النهارده لبكره بدأت ان انا اشطف عليه في حدود 4 5 مرات، كل مره في حدود 4 5 ساعات. هنا بقى الليمون ده بدأت ان انت تفتحيه 4 ارباع زي كده، يا اما بتشقيه نصين زي ما احنا عملنا. هنا بقى بعد ما خلصت الكميه بجيب طبعا، وانا بشتري الليمون او بشتري الزيتون، بجيب، ما لازم شرط اساسي ان انت تجيبي فلفل احمر، بيدي معاكي لون جمالي جدا للمخلل اللي انت بتعمليه. ممكن تجيبي فلفل كوبي اللي هو التخين اللي هو الرومي، وممكن تجيبي الفلفل السبايس اللي هو الحراق الشطة زي ده، بس للأسف ده زيه زي الكوبي بالظبط، لان ده طلع كله بارد. خلاص، هنا بقى ببدأ ان انا افتحه كده، وباخد ال5 6 اللي باقيين دول وعلى الكب على طول. طبعا الفلفل ده مغسول كويس، وبضربه زي كده، وبحط معلقتين من الملح، بطعم بس الخلطة اللي معايا. خلاص، وهنا كمان عشان الفلفل طلع بارد حطيت معايا قد معلقتين او 3 من الشطة، ضربتهم مع بعض. وببدأ وانا بجيب التوابل بتاعتي، قلت العطار انا عايزه ب2 جنيه عصفر، والله ب2 جنيه يا جماعه. بعد كده خلطتهم كده مع بعض، الريحه بدات تظهر معايا. وده البرطمان اللي عندي، البرطمان ده ازاز. ببدا بقى ان انا انزل بالفلفل كده، بحط طبقه كده من تحت، وبعد كده ببدا ان انا اجيب الليمون. شفت انا شقاه كده من النص، يا اما 4 ارباع. بتبداي ان انت تحشيه. بس بصراحه وانا بحشيه افتكرت ان انا عندي شويه من حبة البركة، بدأت ان انا اجيبها وباخد منها كده قد معلقة، وبحطها على الخلطة. طبعا انا هنا مش مزودة الخلطة، وحطيت هنا معاهم معلقتين خل. مش مزودة الخلطة ليه؟ عشان خاطر انا عاملة كيلو الا ربع بس من الليمون. خلاص، هنا بقى بفركهم مع بعض. عايزة اقولك ان الريحة تحفة جدا. خلصت الحشو، وببدأ ان انا احطهم كده عشوائي، يعني عايزة ترصيهم واحدة جنب واحدة براحتك. لو عندك طولة البال، ما عندكيش زي حالاتي كده، ممكن عادي تعمليهم رص عشوائي ما بين كل طبقة وطبقة، بتحطي طبقة من الفلفل. وهنا بقى بتعششي كده من فوق بالفلفل، لسبب عشان خاطر الليمون يطلعش فوق على سطح المية. وفي المرحلة دي بتضمني وتضمن ربنا ان انت تحافظي على الليمون يفضل ثابت تحت، وما فيش حاجة تطلع معاكي على سطح البرطمان من فوق. خلاص، هنا بقى الشوية دول انا مش هرميهم، بالعكس انا هجيب هنا كوبايه ملح، ولازم تملي الكوبايه لفوق. بس انا بصراحه كان اخر شويه ملح عندي دلوقتي، وضفت معاهم هنا اللهم صل على سيدنا محمد كوبايه من الخل. المعادله دي احنا عملناها قبل كده في الزيتون، معادله كوبايه ملح، كوبايه خل، كوبايتين من الميه. ببدا ان انا ازودهم. لو هتزودي كميه الليمون بتعملي بقى كوبايتين ملح، كوبايتين خل، 4 كوبايات من الميه. المعادلة دي كويسة جدا، وبختبرها معاكي بالبيضة. والبيضة دي انا بغسلها كويس قوي قبل ما بحطها في المية دي.
وببدا ان انا لقيتها كده طافيه كده على وش الميه لفوق، بتعرفي ان المعادله معاكي كده والملوحه مظبوطه خلاص. بتبداي بقى ان انت تحطيها على الليمون زي كده. طبعا الميه تحسها ان هي مقصره معاكي، بس هي مش مقصره ولا حاجه، هو بس عشان لسه زي ما بقولوا كده لسه نافش كده، لسه بخيره، لسه ما تبلش وما نزلش لتحت. بس انا برضو هزود هنا معايا شويه قد نص كوبايه كده من الخل. بصي كل لما بضغط عليه ببدا ان انا بلقاه الميه بتعلى لفوق خلاص. وهنا بقى قد نص فنجان كده من الزيت، ويا ريت لو زيت زيتون بيبقى تقيل وسميك، وبصراحه بيخليلك الخلطه بتاعتك او الميه بتاعت المخلل سميكه وتقيله كده وجوسي في نفس الوقت. خلاص انا هنا بقى ايه جبت اللهم صل على سيدنا محمد الشلمون اللي هو بتاع العصير دوت كان عندي، بدات ان انا اقفل بيه كده من فوق عادي برضو عشان خاطر الفلفل ما يعلاش لفوق. كل يوم بتبدأ ان انت تقلبيه بترجيه كده، او يعني بتقلبيه من تحت لفوق ومن فوق لتحت. اخد معايا بالظبط، انا عملته الجمعه فاتحه عليه التلات، يعني ما اخدش مني وقت خالص، بسم الله ما شاء الله جميل جدا. بتقدميه بقى جنب طبيخ زي ما احنا عملناه قبل كده، جنب فلافل ماشي، جنب بتنجان ماشي. بصي قدميه زي ما تقدميه بالظبط، الشكل والطعم تحفه. دي كانت وصفتنا وكانت حلقتنا. اتمنى يا رب ما تنسنيش في اللايك والشير. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.